مشاهدينا رجعنا لحضراتكم على الهواء مباشرة، وأولى فقراتنا النهارده بنتكلم عن مبادرة مهمة جدا، وهي مبادرة مصر الحب والسلام لنشر ثقافة الحب والسلام والتسامح بشكل عام وإنكار الذات ونبذ العنف والإرهاب. الحقيقة معانا الضيوف القائمين على المبادرة منورنا النهارده في الاستوديو، هنتعرف بيهم. معانا دكتور ممدوح البنداري مؤسس مبادرة مصر الحب والسلام، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. وكمان منورانا في الاستوديو أستاذة ليلى حسن محمد المنسق الإعلامي للمبادرة، أهلا بيكي. ومعانا أستاذ أحمد وهو ممثل الشباب في المبادرة، أهلا بيكم. طبعا اسمحوا لي يعني أبدأ في البداية مع أستاذ ودكتور ممدوح محمد البنداري مؤسس المبادرة، وعايزة أعرف من حضرتك كده، تعرف مشاهدينا سريعا كده من الشباب، عايزة حضرتك تعرفنا الهدف من المبادرة وفكرة المبادرة بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في روح الحب فكرنا ان احنا نعمل شيء جديد لمصر. لما شفنا الحب بدأ يقل، بدأ الفرقة، بدأ الفاصل الزمني والفاصل الفكري الكبير جدا ما بين الكبار وبين الصغار. فكرنا نعمل مبادرة جيدة جدا ان احنا ننشر الحب، نبيع حب ونشتري حب ونبذل حب في الوطن، عشان خاطر نرجع تاني اللحمة بتاعتنا القديمة، لان احنا طول عمرنا المصريين بنحب بعض. بالظبط. ما في شعب في العالم بيسامح بعضه وبيحب بعضه قد الشعب المصري. لذلك عملنا هذه المبادرة عشان نجول بها كل محافظات مصر، نكلم الناس عن الحب وعن التسامح وعن التصالح، التصالح مع النفس وإنكار الذات، إنكار الذات لهذا الوطن، الوطن اللي احنا بنحبه جدا، الوطن اللي احنا نتمناه يكون، وإن شاء الله هيكون أعظم وطن في بلد في العالم، وهي مصر أعظم بلد في العالم إن شاء الله. أكيد. ففكرنا إن احنا نعمل جولات في كل المحافظات ونلتقي بالفئة اللي هي لازم نلتقي بيها، الشباب. اكيد الشباب، لان مهم جدا جدا النهارده الشباب ان احنا نتحدث معاهم ونشيل بقى الفرقه او الفاصل اللي بيننا وبينهم. لان الشاب النهارده بيفكر ان الكبير ده خلاص، والكبير بيفكر ان الشاب لسه ما عندوش خبره. صراع الاجيال زي ما بنقول، صراع الاجيال. فاحنا عايزين نعمل تواصل ما بين الاجيال، ما بين الكبير وبين الصغير. جميل جدا. عايزه اسال الحقيقه استاذه ليلى، يمكن المفروض المبادرة دي هتكون موجودة في كل محافظات مصر. تمام. بدأتوا بأنهي محافظة بالتحديد؟ محافظة القاهرة. محافظة القاهرة. وبعد كده هتمشي مشوار هنمشي إن شاء الله بكل المحافظات مصر. بدأنا في محافظة القاهرة، هنعمل مؤتمر في دار الأوبرا يوم الاثنين اللي جاي. عظيم. داعيين فيه كل الفئات اللي في المجتمع. بنحاول إن احنا نجمع أكبر قدر من الشباب، ان هو نوصل له المبادره، ان لازم يكون في ما بيننا حب وتسامح علشان نبني مصر. استقبال الشباب كان ازاي؟ او يعني بعض مش هنقول كل الشباب، يعني بعض الشباب لا مرحبين طبعا بالفكره، لان هي بتوصل صوتهم للكبار المسؤولين وبتوصل مجهوداتهم، فهم مرحبين جدا بالمبادره. طب الحمد لله. انا عارفه كمان الحقيقه ان في ورش عمل هتتم على هامش المبادره، فيا ريت تعرفينا على عليها. هو دكتور ممدوح هيكلم حضرتك باستفاضه اكتر. يا ريت حضرتك دكتور ممدوح تعرفنا على ورش. لا احنا عشان خاطر المؤتمر اللي الاستاذه ليلى تحدثت عنه، احنا فكرنا عشان خاطر ننطلق في المحافظات يبقى لازم نعمل اعلان، اعلان كبير جدا. هنعمله عن طريق مؤتمر نجمع فيه كل الفئات، كل الفئات اللي هي العمريه، الشباب والكبار والمسؤولين في مكان واحد عشان نتحدث عن الحب. جميل. لذلك احنا فكرنا ان احنا نعمل ورش عمل. ورش عمل هتكون ان شاء الله في المجلس الاعلى للثقافه. هيكون فيها اكثر من 150 شاب. هايل. هنتحدث معاهم في كل الامور اللي تتعلق بهم، مش هنعملها ورشه عمل اللي هي الموائد المستديره، لا احنا هنعملها حلقات نقاش. كم شاب حضرتك قلت لي؟ حوالي 150 شاب. تمام. بالاشتراك مع وزاره الشباب والرياضه والهيئه العامه لقصور الثقافه. فاحنا هنعمل ورش عمل عشان خاطر نتحدث معاهم، ناخد وندي معاهم عشان نعرف ايه طلباتهم، هم يعرفوا احنا عايزين نقول ايه. في الحاله دي ان شاء الله هنوصل لحل ان شاء الله لنشر الحب باسلوب راقي. اكيد. يعني يمكن الاستاذ احمد بقى برحب بحضرتك طبعا في برنامجنا، ويعني يمكن حضرتك من الشباب اللي بتجسد الشباب الموجوده في المبادره. طبعا. عايز اعرف من حضرتك، احنا هيكون معانا 150 شاب وفتاه في المبادره دي، مظبوط كده؟ بالظبط. هيكونوا موجودين منين بقى؟ من كل المحافظات. يعني الفكره نفسها لما نزلت او درجه للشباب كان في اقبال ان هو الفكره نفسها جديده. ايه يعني بروح الحب ممكن نعمل ايه في البلد او كده،
كل الفكره ان احنا نوصل الجيل الكبير مع الشباب. الاختلاف فين؟ طب ليه ما يكونش بالحب؟ يعني زي ما قلنا لو الانسان حب الحاجه هينتج فيها اكتر. اكيد اكيد. يعني عند حضرتك مثلا لو الطالب حب مدرسه بينجح في المدرسه بتفوق، بينجح في الماده اللي بيدرسها بالظبط كده. المدرس ده بالذات بينجح في مادته بالظبط. لو حبينا البلد صدقني برضه هننجح في البلد. بس ازاي نقدر نوصل الفكره ما بين الكبير والصغير؟ لان الشباب احنا كشباب بنبص للكبير ان هو خلاص يقول لك ما عندكش خبره، ما انتش موجود. وفي نفس الوقت احنا فكرنا عن الكبير ان هو خلاص عاوز ياخد كل المكان لنفسه، مش عاوز يعلمنا، مش عاوز يخلينا موجود في الساعه. فعلا الفكره كلها ان احنا ندمج ازاي الفكرتين مع بعض. اخترتوا الشباب دول منين بقى؟ من الجامعات مثلا، او هم انضموا لكم من الجامعات، او ليكوا صفحه خاصه على الفيسبوك مثلا، او ليكوا يعني عايز اعرف هيعرفوا المبادره دي ازاي؟ فعلا احنا عملنا كده. احنا عملنا كده فعلا. في صفحه على الفيسبوك وفي مناسبه كمان شباب قلنا من الجامعات وقلنا شباب بيشتغل. واحنا الشباب عندنا فئه الشباب من الصغير لغايه 35 سنه. جميل. فعندنا كل اللي هي المراحل العمريه موجودين ان شاء الله. واكيد ممكن كمان لو في شباب من المدرسه فممكن ينضموا ليكم. كل الاعمار، كل الاعمار. انت بتتواصلي من البلد من الصغر للكبر. طب ممكن الشباب تقول لحضرتك مثلا ايه الاستفاده اللي انا هستفيدها لما انضم لمبادره زي دي؟ والله المبادرة الحب والسلام لما أنا أبدأ بيها مع الشباب بعرفه إن هو حاجة حلوة في المجتمع، إن مصر محتاجاله، إن هو يحب شغله عشان ينتج، يعمل حاجة بحب. إحنا مشكلتنا إن إحنا بنعمل الشغل بنحبه وما بنحبوش بنعمله عشان ناخد مرتب آخر الشهر. لكن إحنا لو عملنا الشغل عشان بنحبه هننتج فيه أكتر، هنزود الإنتاج. صح. الحب ده يعني مفتاح لكل حاجة. الحياة بلا حب كالزرع بلا ماء. الله، احلى كلمه حضرتك قلتيها. زي ما احمد قال لحضرتك كمان ان الطالب اذا حب المدرس هيذاكر اكيد، والطالب اذا حب المدرسه هيروح المدرسه. الطالب اذا حب اهله مش هيخاف. الطالب اذا حب زميله مش هيتخانق معاه. بمناسبه حضرتك قلت لي اهله يعني، او الاهل بالتحديد، يعني عايز اعرف يعني هل الاهل ليهم دور في ان هم يزرعوا او يساعدوكم في يعني تنشيط المبادره دي؟ من خلال المبادره احنا عاملين برنامج فعلا لتثقيف الاهل. ان شاء الله مع بس الاول خالص نبدا مع الاولاد، نتكلم معاهم الشباب، لان احنا مهتمين جدا بفئه الشباب. ما نتكلم معاهم كويس جدا في حوار مفتوح، نتكلم في كل شيء. بعد ما نخلص الكلام معاهم احنا هنعمل ورش عمل فعلا للاهل للكبار عشان خاطر نقول لهم ازاي كيفيه التعامل مع الشباب، ونزرع فيهم من الصغر بقى، مش من ده مهم جدا. حب الوطن يعني الحب دي حاجه مهمه جدا. لا ده احنا لا مش حب الوطن بس، احنا اذا بدانا بحب الله سبحانه وتعالى يبقى لا هنزعل ولا هنسرق ولا هنقصر في عملنا. حب الوطن ده مهم جدا جدا، ان احنا النهارده وطننا محتاج ان احنا نحبه باسلوب راقي، باسلوب صح. وبعدين حبنا لبعض مهم جدا. الحب على فكره الحب مشمول العام. ما احناش اصل النهارده احنا اختزلنا الحب في الرذيله، ان واحد بيحب واحده. لا 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 لا، بنتكلم على الحب بشكل عام. بنتكلم بالحب بشكل عام، من اول حبنا لله لحبنا الارض الوطن ده، الوطن الغالي مصر. طب وعشان الشاب الحقيقه يقدر يحب طبعا الوطن، وبمناسبه ان مبادرتكم هي مبادره مصر الحب والسلام، لازم في الاول يحب نفسه. وهو يمكن في بعض الشباب، مش كل الشباب طبعا، مش هنعمم، ما بيحبش نفسه اساسا، او يمكن ما عندوش الرضاء الكافي عن النفس عشان يقدر ما عندوش تسامح ما عندوش تسامح مع نفسه عشان يقدر يحب. هو ده اللي احنا كاتبينه حتى في حضرتك في عنوان المبادره. التصالح مع الذات، التسامح والتصالح، نتصالح مع نفسنا الاول ونتصالح مع الاخر عشان خاطر نقدر ننتج. وبعدين هنتصالح مع نفسنا ازاي؟ طول ما احنا شايفين قدامنا كله اسود. احنا ليه مش اسود؟ ليه احنا كله ابيض الحمد لله، وان شاء الله ان شاء الله الخير جاي وهنبقى كويسين أكيد. جدا جدا ان شاء الله. يمكن استاذه ليلى، دكتور ممدوح بيقول كله خير ان شاء الله وكله هيكون ابيض. عايزه اعرف حضرتك تديني بارقه امل كده ممكن تكون ازاي الدنيا حلوه، ونشرحها بشكل عام للشباب بحيث ان فعلا يحس بالتفاؤل والامل. ويمكن احنا يعني عايزه اقول لحضرتك يمكن احنا كشباب برضو عندنا حب الوطن ده غريزه، مش ويمكن للاهل كمان دور كبير جدا ان هم يزرعوا جوانا حب الوطن. وده بيبان جدا كمان لما بنسافر اي بلد تاني، اي بلد عربيه او اي حتى بلد اوروبيه، بنكون حاسين قد ايه مصر جميله، ونكون حاسين قد ايه عايزين نرجع بسرعه لبلدنا اللي احنا بنحبها. عايزه اعرف من حضرتك ممكن يعني اهم المفاهيم اللي هتوضحوها في المبادره دي للشباب عشان يقدر انه نزرع جواه بقى حب الوطن. وطبعا الاول حب الله زي ما دكتور اكيد هو حب ربنا سبحانه
وتعالى لا يضاهيه حب. ومن أحبه الله أحبه الناس. فلو أنا بدأت بنفسي إن أنا أتسامح وأتصالح مع نفسي، وإن أنا أحب لأخي ما أحب لنفسي، البداية بتكون من عند الشخص نفسه، هل هو عنده استعداد ومقدرة على التغيير ولا لا. إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأنا لو أنا كارهة اللي حواليا ومش حابة لهم الخير، إزاي أنا هنجح؟ صح. مش هعرف انجح الا لما انا اكون حابه الخير للي حواليا. انا بدايه اكون ان انا حابه اللي حواليا وحابه اساعدهم وحابه اقدم لهم حب واقدم لهم خير، فبالتالي هيعود عليا. وثقتي بربنا سبحانه وتعالى، انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء. فانا لو انا عندي ثقه في ربنا سبحانه وتعالى ان انا عندي القدره على التغيير وابدا اغير من نفسي، ان انا ابدا اتصالح واتسامح وانبذ البغض والكراهيه، واحب كل حاجه انا بعملها واعملها بحب، الدنيا جدا هتتغير. اكيد. يعني انا مثلا مثال، انا عن نفسي لما بتعامل مع كل الناس، انا مش بتعامل على الناس انها وحشه، انا بتعامل على الناس انها كل الناس جميله. أكيد. كن جميلا يراك ترى الوجود جميل. أكيد. فلو لو احنا شايفه نفسي ان انا من جوه بيضه، مش هشوف مش هشوف اي حاجه تانية خالص سودة، هنشوف كل حاجه جميله وتفاؤل وامل وكل حاجه هتبقى حلوه. انا كنت كاتبه اني كشاعر، لان انا شاعره اصلا. فبقول ان الحب مفتاح القلوب الطيبه، الحب جسر تعدي عليه لبر الامان، الحب شوق لهمس العيون من غير كلام، الحب حنان بيسكنك، الحب لما اقول لك اني بحبك يعني بقول لك انا حياتي بيك كفايه، الحب لما تمشي جوه قلبي على الصراط وما تكونش دي بينا النهايه، الحب مفتاح القلوب الطيبه، الحب روح بتدوب في روحها وتنسى في عيونك جروحها، الحب روح. الله، جميله جدا.